السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم وليد ميسيلي، مدرب ومعالج في مجال التنويم المغناطيسي. مرحبا بكم في حلقة اليوم. حلقة اليوم حتكون خصيصا للجزائريين، يعني للعرب كنظرة عامة، بس راح تكون باللغة العامية بالدارجة تاعنا يفهمها غير الجزائريين. خاوتي لي زالجيريان كبير وصغير، مرحبا بكم على قناة يوتيوب تاعي هادية. كاين ناس بزاف سقساوني، حبيت ندير هذا الفيديو كوم اون ريبونس. كاين ناس بزاف سقساوني قالوا لي وشنو هذا التنويم المغناطيسي، وشنو هذه ليبنوز، وشنو هذا التنويم الايحائي، اسكو هو سحر، اسكو هو خدع، ولا اسكو حتى التعامل مع الجن. التنويم المغناطيسي هو حالة طبيعية، هي نوع من العلاج كيما لا بسيكولوجي ولا لا بسيكوثيرابي ولا برك. يعني التنويم المغناطيسي عنده طرق مختلفة وسي إيفيكاس. كيما واحد يحب يحبس الدخان، تقدر تحبس له الدخان في ظرف قصير ومعين. كاين ناس ياخذ لهم يعني بسيكولوج يكون معاه، سا بخون بوكو طون. بصح التنويم المغناطيسي تقدر تحبس الدخان حتى في يومين. يعني صا ديبون كيفاش عقلك، العقل السوبكونسيون تاعك، العقل الباطن تاعك، كيفاش راح يدير المعلومات هذه ويطبقها في حياتك العملية. آه التنويم المغناطيسي هو حالة يعني طبيعية كما قلت. كي تكون في هذه الحالة يعني تكون واعي، لا سوبر، تولي سوبر كونسيون، تولي يعني فريمون واعي وش راهو يدور بحولك. الحواس تاعك يعني إذا كان الحواس تاعك نقولوا مثلا 50%، تولي تطلع حتى 100%، تولي تسمع مليح، تولي تشوف بيان. يعني هو علم، يعني إن شاء الله أنا بدي نجيبه للجزائر وبدي نقدمه إن شاء الله للوطن العربي كمان. يعني بكل تواضع. هذا التنويم المغناطيسي يعني ما حتى الآن يعني ما زال ما شفتش واحد يعني عربي اللي يعمل تنويم مغناطيسي بهذه السرعة وبهذه البراعة. كاين ناس كتير يقولوا احنا نديرو تنويم مغناطيسي وكل شيء، بس يعني الواحد لازم يعرف وين يحط دراهمه، وين يدير الدورة التدريبية تاعو، على واحد يعرف، على واحد متخصص، مش واحد يعني نامبورت لو كي يجي يقول لك انا ندير تنويم مغناطيسي. باسكو التنويم المغناطيسي ماشي لعبة. التنويم المغناطيسي لازم واحد يكون يقرا له، لازم واحد يسابخون دو لا براتيك وكلش. المهم حبيت نخليكم مع الفيديو هذه تشوفوها. كاين ناس كاين ناس كاباب ما يامنوش، كاين ناس يكذبوا، كاباب ناس يامنوا. المهم التنويم المغناطيسي يقولها لكم هو تنويم حقيقي. تحياتي لكم خاوتي لي زالجيريا كبير وصغير. اخوكم وليد ميسيلي. وان شاء الله حلقة اخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.